عايزه اقول طبعا برحب بيكي طبعا استاذه هناء. يعني هي شخصيه زي ما بقول لكم بتكتب، يعني احنا معولين عليها انها هتحضر في الندوه دي، واهتمت انها تيجي يعني خصيصا عشان تحضر المناقشات فيها وكده. فاحنا بنتشرف فيها. كان في حد تاني هيجي من تونس تعثر بقى تصاريح وحاجات كده، يعني اللي بنقدر ممكن نوجه له الدعوه. هي الاستاذه او الدكتوره لميا جيجا كانت المفروض هتيجي، بس هي عميده معهد السينما هناك فما عرفتش تاخد تصريح اجازه. ايوه هي قالت لي اجازه من الشغل. انا بقول لكم انه في مجموعه نقاد، يعني انا بحب دايما اقول اساميهم في غيابهم في بدايه الندوه. يعني معانا الاستاذه رانيا حداد من الاردن، وهي ناقده مهمه من هناك، كلهم نقاد كبار على فكره، وقررنا برضه ان احنا نكتب شباب. الجزائر الاستاذ نبيل حاجي، السعوديه الاستاذه هناء رميات، السودان دكتور خالد علي، العراق مهدي عباس، المغرب سناء طراري، في اليمن علي بن عامر، دكتوره لمياء من تونس، لمياء من تونس، سامر محمد اسماعيل ناقد سوري، علا الشيخ ناقده فلسطينيه وحريص على انها تكتب معانا. وكانت في ظرف يعني هي يعني الظرف بتاع الحرب ده كان جايب لها طبعا اكيد ازمه نفسيه، بس كملت وكتبت حاجه حلوه قوي على فلسطين في ظل الحرب ده. في ايران من الغرب من لبنان برضه صحفيه ومرشده، والاستاذه ماجده خير الله من مصر. دول اللي كتبوا معانا السنه دي. طبعا كان في حاجات تاثرت زي الكويت مثلا يعني. استاذ مين؟ استاذ ميديا طبعا كده. يعني انا بس هقدم الجزء بتاع الكتاب، وبعد كده هيبقى هنتكلم هناء ونتكلم على السينما السعوديه.